الخير يا حلوات. اليوم دا اسوي لكم ابديت من الحديقة، ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي عندنا شجرة الشيري كلها مزهرة، وهذا بسبب انه تعليمات وشغلات اني اسويها شجرة الشيري حتى تعطينا هاي الثمار الحلوة. تمام. سألتوني شنو هاي الشجرة؟ هاي اكليل الجبل، بس هاي عندي للزهر، يعني هاي كلها زهور. جمال هذا الورد ما شاء الله، كلش حلو حلو. اشتريت هذول عن طيور، قد حلوين، بس شنو ما اعرف اذا اخليهم هنا او اغيرهم، لان هذه المكان راح اغيره، يعني راح ازرع جديد. جمال شجرة التفاح ما شاء الله تبارك الرحمن، كلش حلوة، كلها مزهرة. هم أنا بسبب يعني عناية أنا استعملها للشجرة حتى تزهر وتعطينا هذا الإنتاج الحلو. أعرف فوائد هاي الوردة الحلوة، فوائدها كلش عظيمة. التفاح الحامضة هذيك اللي شوفت لكم اياها قبل شوية تكون حلوة، هاي حامضة. شوفوا هسه وهي يلا بدت تزهر عندنا. عريشة العنب الجميلة ما شاء الله تبارك الرحمن، العنب بدا يفتح عندنا، يعني اخباره حلوة وتطمن. ان شاء الله يعني احاول بالايام الجاية اريد اعدلهم حتى يعني المحصول يعني يصير عدل. شوفوا هسه هذول اللي يطلعون لفوق احاول انزلهم لجوا، يكون يعني ها شوف عندي فراغ املي هذا الفراغ. مثلا هسه هاي اعدلها اجيبها هيجي. هاي البراعم الحلوة، الاوراق الجديدة، هاي الوردة الجميلة نازلة بالقاع، هاي ما مبينة. هاي هنا هم الوردة عندنا، وهاي بصفها طالعة شجرة آلو. هاي يعني بسبب الشجرة الآلو بصفها بدها تطلع لنا شجرة آلو، لأن يوقع محصول يعني كل سنة، فطلعت لنا هاي الشجرة. العام طلعت لي ها ما شاء الله، هم بيها محصول حلو ما شاء الله تبارك الرحمن. لهذا الجمال يا ربي. شوفوا هاي بعدها راح تكبر، راح يصير تقريبا طولها 150 سنتيمتر. هاي النبتة الزهور الجميلة، شوفوا براعمها هيك تصير كلش حلوة. انا جبت اثنين هم اللون الوردي، فما شاء الله كلش حلوات، يعني راح تكبر ان شاء الله على السنة الجاية، بعد تكبر اكثر اكثر. هذه شجرة اكليل الجبل الثانية اللي عندي اياها بالبيت، هم مزهرة بس هذه اجمل. هاي اول ما اشتريتها اني كان تقريبا حجمها بكبر، هاي يعني تقريبا هيك صغيرة، هاي بكبر هاي فقط. هسه ما شاء الله تبارك الرحمن، شوفوا الحجم، هذا حجمها. قلت السلق هنا، بس يعني انا مو كلش حابته يكون هنا اصلا، بس يعني كانوا بالارض، يعني قلت ليش اقتلهم ويموتون، خلي انقلهم لمكان بعدين اشوف لهم مكان ثاني وانقله. عندنا شجرة العنب هم، يعني عندي شجرة عنب ثانية مو ذيك اللي بنهاية الحديقة، هاي بداية الحديقة. قلت انه بس تكبر هاي اخليها تتسلق هنا، اسوي المكان قاعدة وخليها تتسلق هم تكون حلوة. النعناع انا زرعته، بس شنو اريد انقله لمكان ثاني، يعني ما راح اخليه بهذا المكان، راح انقله لمكان ثاني. شجرة الآلو نمبر 1 هذه